سلام. تم نهار اليوم اعتقال محمد بودريقة رئيس الرجاء البيضاوي بألمانيا بناء على مذكرة اعتقال دولية صادرة عن المغرب حسب ما نقلته صحيفة لو 360 من مصادر وصفتها بالموثوقة. وكان مدرب الفريق البيضاوي متجها إلى هامبورغ للقاء مدرب الفريق الأول جوزيف زيمباور بهدف إقناعه بمواصلة تدريب الفريق الأخضر. وسبق للمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أن أدانت خلال شهر مارس الماضي محمد بودريقة البرلماني عن حزب الأحرار بسنة حبسا موقوفا وغرامة مالية قدرها 232,500 درهم. وتوبع محمد بودريقة في قضية تتعلق بعدم توفير مؤونة شيكات لمشتكين بصفته الممثل القانوني لشركة متخصصة في بيع العقارات.